السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخيركم على بعض ونقدر نقدر لكم حلقه جديده. طبعا اليوم جايكم حلقه بها مقطعين نتكلم عنهن. المقطع الاول شباب هو يخص البنات اللي خلى المكياج. ما احكي على الكل لان حرام صراحه، بس احكي على البعض، فئه معينه من هاي البنات اللي يسوون مكياج ويخلون المكياج بطريقه بحيث تطلع طب جباره ابو شربت، تطلع ملكه جمال. هاي شلون صراحه شيء مرعب. يرسموا لك وجهه، يحطوا لك قالب شبنته وينحت ويرسموا لك وجه على وجهه صراحه، بحيث الولد يقعد الصبح مثل ما حال هذا الخريجي خطيه للزواج وحده سنه كامله و24 ساعه مكياج. يوم من الايام بهاي السنه ما خلت مكياج، فخطيه شافه اخترع، صارت في مصيبه. او خلينا نقول اللي صار بي مثل ما واحد من الشباب العراقيين اللي يريد يروح يتزوج. شوف ايش صاروا يا عمي. انا اليوم جايكم ودايس بساطكم وحبيت ادخل من الباب. طبعا من الشباك وتنزل من السطح. اقصد اكيد من الباب يعني، بس اقصد يعني حاب اتقدم لكم. هاي شنو يعني؟ تريد تاخذني انا ومرتي والجهال وما افتهم؟ لا مو انتم كلكم، بس اقصد يعني حاب اتقدم واطلب ايد بنتك المحروسه على سنه الله ورسوله. شو تعرفت عليها؟ وين؟ شفتها؟ شو اقول لك؟ صار لي 10 سنين متعرف عليها. اقصد يعني عمي شفتها صار لي كم يوم بالجامعه الله يخليها، وحبيت يعني اتقدم لها. اي والله عمي الله يخليك. فقلت يعني فحابب اتقدم لها على سنه الله ورسوله، واني يعني ما شاء الله يعني الحمد لله الله والشكر، يعني الحمد لله والشكر يعني رب العالمين كل شيء عندنا الحمد لله والشكر. عندنا ما شاء الله بيت غرفة واحدة بس الحمد لله مكفية أنا والعائلة، وبدك نبني لها أقصد غرفة يمنا، وإن شاء الله حتكون سعيدة وفرحانة. إحنا عمي حالتنا الحمد لله وزين الحمد لله والشكر والله. يعني عندنا باسكل نروح بيه ونجي، بس فد شيء حالتنا كل زين الحمد لله والشكر. باسكل مو والله الذين واحد يبيع نفط نطيها. اي حبيبي الله يخليهم اهلك عمي احنا نشتري رجال، ما ماخذين شو اسمه، ماخذين رجال احنا ابني. الله يخليك عمي الله يخليك. بس ممكن نشوف البنيه؟ تعال حبيبتي تعال خلي اشوفك. ما شاء الله ما شاء الله. لا ماكش عمي، بس اقصد يعني ما شاء الله يعني رب الله يحفظها. بس عمي امي قالت لي فت شغله، يعني قلت بركت يعني اذا تقدر يعني تسويه. ما اعرف امي ما اعرف ايش طلبته، مع العلم انه انا اعرف هذا الشيء يعني. والله رادت يعني الصراحه تقول ممكن يعني تغسل وجهها. خير عمي شو انعقجت؟ لا ماكو شيء يعني بطلب صغير الله يخليك يعني، بس اريح الوالده يعني. انا اعرف بنتكم ما شاء الله هذا مكياج خفيف، بس يعني هي هيك طلبت. اي حقك الله يستر يا ربي. قمر وين حبيبة بابا؟ وين اجمل وحده بالشارع؟ تعي حبيبتي تعي غسلي وجهك وتعي خلي اشوفك خطيبك المستقبل. يا الله يا رب الله يمشي على خير. هذا منو عمي؟ هذا منو عمي؟ بنتي هاي ابني. عمي شو الكهرباء ماكو؟ طفت الكهرباء؟ شو ماذا اشوف عمي؟ بس لا طفت الكهرباء للحديد انا عمي. يا إله لا حول ولا قوة الا بالله. الرجال العمى بالنهار يا إله لا حول ولا قوة الا بالله. شو اقول عليك هاي كلها كل مو وراك ورا امي. كان صوتي زوجت امك انا بتقشمر مثل ما رايد اتقشمر، بس خطيه هذا العمى الله حبه العمى. طيب مسكين هذا عاشر واحد يتجندل من وراك الله لا يوفقك. شفت شباب صار فيه. فمرة ثانية انصحكم نصيحة، لما تروحون يعني تقدمون البنية خلوها يعني تنزع المكياج مو تمسح المكياج، تنزعه زين، لان هاي مو تقشمر، هاي تقشمر هاي السوالف. لا قول لها تنزع المكياج، لان هاي مال عود والله شنو انا هاي مكياج خفيف. لا ماكو تحكي، وهيئوا نفسكم يعني بالاحساس الداخلي بداخلكم، هيئوا احساسكم وهيئوا دماغكم انه يستقبل شيء حيصير. فعادي هاي شغلات تصير، فديروا بالكم وخذوا حذركم. هسه احنا حكينا على البنات، خلينا نحكي هسه على الشباب. هواي ولد صراحة مثلا الصلعان هذا اصلا اوكي، بس يعني اكو بعض الصلعان ماخذين الموضوع بشكل جدا جدي ومقهورين. فخلينا نشوف واحد من الولد الصلعان ويا صديقه لما يمشي ايش راح يصير وياه. هذا وينه يا الله؟ غير يجي هسه. يا معود وينك يا معود؟ انزل انتظرك جوا انزل.
ايه جاي اصبر علي شويه، ما تشوف اني قاعد ارتب نفسي؟ جايك اصبر يلا بسرعه استعجل. شو مصيبه هاي؟ انا ليش هيك يا ربي؟ شو يقول عليك يابا؟ هو جدي صوت جدي، بقى بس يستعمل جل 24 ساعه لحد ما هاي النتيجه. والله الشرج انت وحده قالت لا اقول لك ممكن اعد شعر راسك، عدت شعر راسك لحد ما خلص. مصيبه هاي مصيبه. وانا ملح راح افتح سواق انا براسي هيك على الاقل شعرتي هيك لا تبقي صحراء. يلا مو مشكله، يلا هيجي صاحب هذا شعر طويل هذا سيد يفيك عليه. المهم يلا يا معود ايش جيت ايش بك تعيط؟ خلص يا غير تجي صار لك ساعه انتظرك، وينك انت؟ يلا نروح، تريد نروح لهذا شو اسمه؟ ها تجي جاي هسه؟ تجي جاي مو يمك، اقصد تجي جاي نطلع. يلا اذا راح اشتري جهاز. معود انا ضايج وطافر روحي فد مره ما تتصور ايش قد. خير سامي شنو الشغله مضوجتك؟ صراحه شعر مضوجني. صراحه حيل متضايق واريد زين الصفر. تريد زين الصفر؟ ليش؟ صراحه شعر مضوجني. مضوجك؟ لا يا زمن وش باقي اكثر ما خذا. لا يا زمن يا مسكين طب ما راضي. المهم طبعا المقطع الترفيه والضحك مو كل الناس هيجي، لكن بعضهم يجوز ياخذ الموضوع بجديه يعني. ان شاء الله بيعجبكم المقطع التحشيشي. اذا عجبتكم هيك مقاطع تحشيشي، اذا هذا المقطع عبر 60,000 ان شاء الله انزل لكم مقطع واحد ورا خلال 5 أيام او 6. اذا وصل 60,000 معناتها المقطع ده ينجح. انا اريد اكثر مقاطع تحشيشي اكثر من الالعاب، لان صراحه الالعاب يعني ما تشجع. المهم هاي نهايه المقطع، ان شاء الله بيعجبكم. لا تنسوا لايك وسبسكرايب على بعض من قناه دراجون راك. مع السلامه باي. شباب طبعا نسيت شغله قبل ما اروح، هذه هي قناتي الثانيه اللي اسمها اقوى تحشيش عراقي. للاسف الشديد المحتوى مالته كلش حلو وجميل حسب ارائكم انتم، مو دا امدح بنفسي، لكن الشيء الغريب انه لاحظت جميع القنوات هسه التحشيشيه او خلينا اكون صريح حرام اقول هذا الكلام، تقريبا نصف القنوات التحشيشيه اللي باليوتيوب هسه تقريبا زباله ومحتوى كلش تافه، مع ذلك طاقات وواسطات جدا عدد كبير من المشتركين. لذلك اذا حاب تدعمني وحابني استمر على هاي السلاسل ادعم القناه الثانيه اللي رابطها يكون بالوصف. هذا مساعدة جدا كبيرة منك حتى توصل اكبر عدد مشتركين حتى تساعدني يعني تشجعني استمر وانزل هيك مقاطع اذا شفتوها انتم تستحق. الرابط مالتها بالوصف، وحاول تشوف كل المقاطع السابقه اذا انت ما شفتها. رابطها ايضا رابط الحلقات هذه موجوده في نفس الرابط القناه اللي موجوده بالوصف اللي هي قناه اقوى تحشيش عراقي. اما بالنسبه لهذه المسابقه يا اعزائي اللي بعضكم ممكن ما يعرفها لكن كانت موجوده في الحلقه السابقه، حبيت اعمل فشي يجوز ما حد مسوي من باقي الكومنتيريه او اليوتيوبريه، فشي حبيت اشارككم انتم بيه او انتم تشاركونا ايضا في اختيار اللعبه القادمه. فاعطيتكم 4 اختيارات من 4 العاب، بعضهم رعب بعضهم العاب عاديه، فانتم حتقررون يا اصدقائي اي لعبه من ذني الالعاب راح العبها. يعني مثلا انا خليتكم لعبه الجيش الخنفشاشي اللي هو تعرفوها مال الازرق واحمر اللعبه القديمه، او لعبه ذا فورست، او لعبه اسمها بيلي اللي هي مال الفتى المشاغب، او لعبه ارايا اللي هي لعبه رعب. هذه 4 العاب امامكم، اختاروا واحده من عندها. لحد الان بعضكم الاغلبيه للعبه الجيش الخنفشاشي عندكم لمده 5 ايام. اخر شيء خليت المقطع يعني بدايه المسابقه اللي وضعتها هي يوم 17 قبل 17 ساعه. بعد 5 ايام ان شاء الله راح اختار الاكثر لعبه عليها اختيارات. طبعا الرابط مال هاي المسابقه اللي تريدون تشارك بها حتى تساعدون اختيار اي لعبه تريدوها انتم، شارك اعزائي وصديقي ورابطها في الوصف واختار اللعبه اللي انت تريدها. طبعا لا تنسى مراجعه اخر 4 مقاطع.